خفة الدم اللي كانت موجودة في البطل بتاعنا هي اللي كانت قادرة تلحق المسرحية دي من الحتة السوداء اللي كانت ممكن تروح لها. ومن هنا رجعت شفت المسرحية تاني ولقيت حاجات ما كنتش أتخيلها. برين، ماذا سنفعل الليلة؟ سنفعل ما نفعله كل ليلة يا بنكي، نحاول السيطرة على العالم. كركم جبت كركم اللي هو بتاع الاصفر ده الغريب، معرفش، ولقيت ناس بتشربه ولقيت عليه انه صحي، فقلت يعني يلا نجرب. مش عارف، ممكن يكون صحي، بس زي ما بيقول لك كده مش كل شيء صحي لذيذ. المهم، السلام والرحمه، ويا رب صبحنا وربحنا. موضوع النهارده مختلف شويه. شاهد ما شافش حاجه. بصوا، انا عامه ما كنتش حابب ان انا اتكلم عن السينما او الفن عامه، لاني بدات احس مؤخرا ان سلبياته اكتر من ايجابياته، ولكن الموضوع النهارده سبيشال شويه لانه بيمثلني جدا. شاهد ما شافش حاجه هي واحده من اكتر الاعمال اللي اثرت فيا جدا. طبعا اي حد في جيلي او في ال5 أجيال اللي فاتت عادي قشطه عارف ان دي واحده من انجح المسرحيات في تاريخ مصر او يمكن الوطن العربي، فاهم؟ مرتبطه كمان مع ذكرى العيد، مع القعده العائليه الجميله بعد الغدا، كوبايات الشاي في بيت جدي، يا ايام ننزل بعدها نروح فرقع بومبوس. بص، مش حواراتنا دلوقتي، ده مش موضوعنا ده دلوقتي، نوستالجيا دي نتكلم عنها بعدين. الفكره ان طول عمري كنت بشوف المسرحيه دي من اتجاه واحد، الاتجاه الكوميدي اللي اغلبنا اتاثر بيه فعلا، لان عادل امام راجل كاريزما بيضحك جدا مالي الدنيا وبتاع، لدرجه ان هو احيانا كان بيغطي على الافكار اللي موجوده في المسرحيه دي. عمرك ركزت المسرحيه دي بتقول ايه؟ بصراحه انا ما ركزتش في الاول، لحد ما في يوم كنت بكتب احد سطوري عن الانطوائيه، وكان عندي دايما التناقض بتاع حته انا ما عشتش تجارب كتير، ولكن مع ذلك بكتب زي ما تقول حكم او حاجات كلام بيساعد الناس في التجارب دي، فاللي هو انت ازاي انت ما عشتهاش وفي نفس الوقت بتكتبها. فكنت بتريق على ده في حاجه، فقمت كاتب ما شافش حاجه، على اساس فاهم روشانه بقى وعلى اسم المسرحيه المشهوره. وبعدين قلت طب ما هو اصلا كلمه شاهد ما شافش حاجه مناسبه. يا نهار ابيض، ليكون اصلا المؤلف لما كتبها كان قصده بيها ده كده الموضوع ليه عمق تاني. ومن هنا رجعت شفت المسرحية تاني ولقيت حاجات ما كنتش أتخيلها. رمزيات كتير ذكية، بداية من اسم البطل بتاعنا سرحان عبد البصير. سرحان بني آدم بيسرح، وعبد البصير ربنا الشخص الذي يرى وعارف كل شيء، فهم في ما بينهم تناقض. انت ازاي تكون العبد بتاع هذا الرب وفي نفس الوقت ما بتنفذش الكلام اللي هو بيقوله او الفيجن بتاعته او الفكرة بتاعته؟ هو خلقك فيك الحتة دي انك تقدر تركز وتقدر تفهم وتقدر تدور، بس انت اخترت انك تكون سرحان. عنوان المسرحية نفسه شاهد ما شافش حاجة. هل ده مرتبط فعلا بقضية القتل اللي هي الرقاصة اللي ساكنة تحته والكلام ده كله؟ ولا هو شاهد ما شافش حاجة في الدنيا؟ هو ما شافش حاجة فعلا، هو شخص كان انطوائي جدا عايش جنب الحيط، بيحاول يبعد عن المشاكل لدرجة ان لو جات له مشكلة هي مش بتاعته ممكن يشيلها حتى بس عشان ما يحصلش حوار، اللي هو قالوا لي انت لازم تدفع 10 جنيه غرامة والا هيشيلوا العدة، برغم ان انا ما عنديش تليفون. او مثلا خدوا الخيار، انا مش عايز خيار، انا بتاع خيار مع ان انا اللي اشتريته، فاهم؟ بس هو ايه، تعالى بس معلش ايه نخلص الحوار ده، لان انا مش حمل حوارات بصراحة. شخص سلبي لما بيحصل له اي مشكلة بيجيب ورا من غير ما افكر حتى هل ده العدل، هل ده الصح، ودي بتكون حياته لحد ما بيقابل الحدث العمل الفارق اللي هو جريمة القتل اللي حصلت في العمارة، وصوته اصبح لاول مرة صوت مهم هو اللي هيحكم مين القاتل ومين بريء. نقطة التحول والصدمة لما صوت العدل نفسه المتمثل في المحكمة يقول له ان اللي بتعمله ده غلط، وان العالم مش بنفس الطيبة دي ولا ينفع تبص له من العين دي. بيحصل له لحظتها نوع من الخلل بيوديه من اقصى اليمين لاقصى الشمال، لابس الروب اللي هو شبه بتاع اللي لابسه ده وازازه الخمره، وصاحبته عايز يظبط معاه الدنيا وعايز يقتل الرقاصه اللي في العماره اللي جنبيهم. وبعد كده طبعا كان لازم يعملوا النهايه السعيده، وبصراحه دي يمكن اكتر حاجه مش عجباني في المسرحيه، لان انا في تجربتي الخاصه ما كانش النهايه سعيده. ما اعرفش، يمكن عشان المؤلف طيب، الجمهور طيبين، الحياه كانت لازم ان هي تكون سعيده، ما تروحش الناس زعلانه، فاهم؟ لا بس بجد يعني بصوا عليا كده، هل انتوا شايفين شبه ما بيني وما بين الفنان عادل امام؟ طب بتبص على ايه؟ مفيش اي نيله، احنا هنهزر. طب حتى الكاريزما شايف مفيش برضه، ما هنجيبها منين طيب؟ يعني مش هنكدب على بعض، ايه لا في دي ولا في خفه الدم ولا في الكلام ده كله. ويمكن ده الفارق اللي كان مؤثر جدا في الموضوع، لان فعلا
خفة الدم اللي كانت موجودة في البطل بتاعنا هي اللي كانت قادرة تلحق المسرحية دي من الحتة السوداء اللي كانت ممكن تروح لها. البطل بتاعنا كان في كتير من المشاهد بيعاني، بس مجرد انه غير التون، مجرد انه رمى افيه في وسط المعاناة، كان بيقلبها ضحك في ثانية، عشان الجمهور ده ما ينفعش يجي يعيط من الاخر. حلو الفيديو، عجبك صح؟ خلاص يبقى اعمل لايك، سبسكرايب، شير وكومنت عشان اعمل لك زي تاني. هو الموضوع عرض وطلب، طول ما انت بتعمل الحاجات دي فانت بتطلب مني فيديوهات اكتر، فانا بعرض فيديوهات اكتر. حاسس اني بهري، فنكمل الفيديو. بس في النهايه سرحان عبد البصير هو شخص اثر في حياتي منذ الطفوله، لدرجه ان انا كنت دايما بفتخر بفكره ان انا عندي حته خام، دايما اللي هو حته ما عشتش التجارب دي، ما جربتش الحاجات دي، وحاسس ان دي حاجه نظيفه. فاهم؟ كنت بشوف ان انت كده بتأمن الشبهات، يعني فاهم، تبعد عنها. عمره ما زمر في بق زميلته في الشغل، هيجري يدفع فاتوره التليفون عشان ما يشيلوش العده، برغم ان ما عندوش عده، بس يعني فاهم ايه، هو حته مبالغه برضو من ايه، من كاتب المسرحيه، عشان يفهمك قد ايه الشخص ده يعني الضعف وداه لفين، او الحذر وداه لفين، وداه لحته يعني سلبيه شويه. نهار اسود، انا دلوقتي افتكرت موقف في حياتي انا عملت فيه نفس اللي هو عمله بالظبط، عشان اتجنب المشكله دفعت انا الفلوس من جيبي، مع ان انا اصلا ما كنتش. نهار اسود. الو يا بابا، شوف بقى حجز عند الدكتور النفساني اللي بتقول عليه ده، يعني هجرب والله، بس يمكن يكون عندك حق. ماشي طيب يلا عشان شغال، يلا سلام 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 سلام. المهم نكمل. زي ما قال القاضي، انت طيب اكتر من اللازم، والعالم مليان بلاوي. رغم حكمة ذلك القاضي أو كاتب الرواية يعني، إلا إني أرى إن نظريته مش قد كده. أو بصراحة يعني أنا كنت شايف فكرة سرحان كويسة، اللي هو لو العالم فعلا شرير خلاص تعالى نبعد عنه، ليه نواجه، ليه نخش في معركة هتوسخنا احنا شخصيا. أصل خدوا بالكم إن التغير اللي اتقال بطريقة ساذجة جدا في المسرحية هو في الواقع ممكن يكون أسوأ من كده بكتير. يعني مثلا هناخد برضه تجربة من أفلام أخرى، وهي الأفلام بتاعة السوبر هيروز وبتاع. بص على الأشرار اللي فيهم كده، هتلاقي إن أغلبهم كانوا طيبين في يوم من الايام، كانوا علماء وناس عايزه تفيد البشريه وبيحبوهم جدا وبتاع ومعرفش ايه، وفجاه اكتشفوا ان البشر اللي هم بيسعوا عشان يساعدوهم دول ما بيحبوهمش، هم ما يستحقوش المساعده دي، وبيتريقوا عليهم وشايفينهم ضعفة. فبتيجي اللحظه اللي بيتحول فيها العلماء دول للاشرار عشان يعرفوا كل واحد مكانه الصح فين. لولا اني ادركت هذا الفخ في فتره معينه في حياتي، كان يمكن اكون في مكان مشابه. يعني انا ادركت ان ما ينفعش تبقى كده، ما ينفعش تروح في هذا الاتجاه، وان النهايه مش هتكون حلوه لو بقيت الشرير في قصه احدهم. يعني فاهم، هيبقى الموضوع في جميع الاحوال مش ايجابي. 80% من الناس اللي قابلوني قالوا لي انت محتاج تجرب اكتر، محتاج تخرج اكتر، تتعامل مع ناس اكتر. المشكله ان انا في كل مره كنت بخرج فيها كنت بحس ان في صفات بتتنقل لي من الناس اللي قدامي، وكتير من الصفات دي بتكون وحشه، زي النميمه، اتكلم على حد في ظهره، زي ان احنا نتفاخر بحاجاتنا، اشيائنا اللي عندنا الجامده جدا، زي الكذب احيانا، الانانيه، الظن السوء، الطمع، الغيره. اوكي، في حاجات من دي ممكن الناس ما شافتنيش وانا بعملها، بس هي في الحقيقه انا حسيت بيها ومنعتها انها تخرج. كنت بحارب نفسي عشان احافظ على الاساس اللي انا اتربيت عليه. حاجات تانية برضو زي مثلا حيوان الشهوة اللي موجود جوه اي راجل. انتوا عارفين، يعني عارفين السيجمنت اللي هو في المسرحية بتاع الحبيبة اللي هي برضو كانت بتحبه عشان هو طيب جدا وبتاع وما اعرفش ايه، بتحاول تلمح له طول الوقت وهو عبيط ومتدهول على حاله. انا مريت بالمشهد ده في حياتي مرتين مع شخصين مختلفين. الحمد لله ما حدش فيهم حاول يزمر في بقي، ولكن هي كانت نفس الكونسبت، نفس كونسبت ان هم شايفين ده طيب قوي، ملاك قوي، خجول قوي. ما يغركوش يعني الهلومه اللي قدام الكاميرا دي، انا في الشارع ببقى فسيخه خالص. بس الفرق الوحيد ما بيني وما بين سرحان ان هو كان عبيط فعلا. يعني هو كان مش مدرك هي عايزه منه ايه، بس انا كنت مدرك، انا شفت المسرحيه، فاهم؟ فانا كنت عارف هم بيحاولوا يوصلوا لايه. كنت اذكى حبتين، ومكتبش عليكم كنت برفض خارجيا او ظاهريا بسبب اني شايف ان الموضوع هينتهي بنهايه وحشه. لان هم لو هم بيحبوك عشان ده، عشان الطيبه او المعرفش ايه، انت لما تعتاد عليهم الخجل ده هيروح مبدئيا. الطيبه والحاجات دي ممكن تتغير في اي ظروف تانية. فدايما كنت بحس ان هو ما ينفعش يبقى ده السبب. عامه انا فكره الحب بحس ان فيها سذاجه كده شويه، ففكره اللي هو ان احنا نتغاضى عن العيوب وتعالى نبني على المميزات اللي موجوده وخلاص، بحس انه لا. يعني كان في ما بيننا فروقات في الشخصيه، فروقات
فروقات اجتماعيه، فروقات كانت هتخلق مشاكل كتير قوي قدام، بس هم كانوا تعالى سيبك من كل ده وتعالى نغير العالم. وانا شايف ان العالم مش هيتغير، انا كده كده الصفات دي هتفضل فيا وانت هيفضل فيكي الصفات الفلانيه، فاحنا ما ينفعش ان احنا نكمل. وطبعا لاني ما ينفعش اقولها بالطريقه دي عشان ما اجرحش حد، كنت بعمل العبيط زي المسرحيه بالظبط. فهو كان طيب وخام وساذج، انما انا غالبا كنت من بره ساذج، بحاول ما اخدش اي ردود فعل سريعه عشان حاسس ان في اللي جوه ده ممكن يبقى حيوان، ممكن يبقى حد مش كويس برضه، فاهم؟ حيوان اللي هو الشهوه مثلا. انا في لحظه ممكن اكون ضعفت، يعني فكره ان انت زي ما كان احمد حلمي بيقول في اكس لارج، احلى احساس في الحب انك تتحب، فاهم؟ وانا عندي حته نرجسيه برضه، فاهم؟ فالاحساس كان حلو قوي يعني، بس في نفس الوقت كنت ارى نتيجه سيئه جدا ممكن تحصل، فكنت بتجنب الحوار، فاهم قصدي؟ المشكله بالنسبه لي كانت مع الناس الباقيه، اللي هو ان انت بتتحط في حته كده سيئه جدا، اللي هو ايه يابا انا عمري ما شفتك يعني مع واحده وبتاع انت تمام يا اسطى. فتبدا تروح للحته برضو اللي كانت موجوده في المسرحيه لما كان بيقولوا انا اعترض على انك تقول ان البطل بتاعي ملوش في الستات. مش جاي في خيالهم خالص ان ممكن عادي يكون مستحرم مثلا، مش عارف، بحس ان هو اغلب الناس بتحاول دايما تلاقي لنفسها مبرر. تالي نسيوا ده، نسيوا القوانين، نسيوا الفكره اللي ممكن تحصل، عشان حسوا اللي هو كل الناس بتعمل كده، فاهم؟ كل الناس عندها المشاعر دي، فقشطه. انا ما اعرفش، كنت دايما عندي حته القوانين بتسبق اللي هو المشاعر الداخليه، لان بحس ان انا المتحكم مش هو. وانا خرجت شويه عن المسرحيه، بس انتوا فهمتوا قصدي صح؟ عارفين الموضوع عامل زي ايه؟ زي لما تبقى شخص مديون مثلا، فانا بالنسبه لي اربط الحزام على نفسك وسدد الديون بتاعتك وعيش مرتاح من السلسله اللي ممكن تبقى مربوطه في رقبتك. لكن بالنسبه لهم هو قشطه، انا طول الوقت محتاج فلوس، فالسلسله دي هتفضل مربوطه في رقبتي، فتعالى نستمتع وهي مربوطه في رقبتي، قضيها شويه مازوخيه بقى. طيب انا عايز اقول ايه في الحلقه دي؟ اني شايف ان سرحان عبد البصير كان صح في انه يبعد من الاول، واللي حواليك حتى لو هم بني ادمين كويسين فهم فيهم جزء الشيطان وهيتنقل لك. عمرك ما هتعرف تعيش مرتاح، لازم تبقى بعيد زي ما كان سرحان عبد البصير بعيد. وده الكلام اللي انا كتبته في السكريبت من سنتين. التجربه العمليه اثبتت لي ان هي الدنيا ما بتمشيش كده. انت كنت غلط يا رميح لما كتبت الكلام ده. انت محتاج تحارب، هي الدنيا دي عباره عن معركه. انت كانسان همك في الدنيا انك تحارب هذا الشعور، تحارب المشاعر اللي بتسحبك، الحاجات الغلط اللي بتسحبك هتفضل تحس بيها، حتى لو انت قاعد في الاوضه لوحدك هتحس بيها في الاكتئاب بتاعك. هي موجوده وسط الناس، موجوده من غير الناس. كده انت بتغلط وكده انت بتغلط، فخليك وسط الناس احسن، وخد الحلو منهم وحارب الوحش، احسن ما تبقى قاعد في الاوضه لوحدك بتاخد الوحش بس. غالبا هي دي الحكمه، وانا بقولها ليا اكتر من بقولها للناس. في حكمة برضو جات لي من رباعيات صلاح جاهين، كان بيقول يا سيدي: ياما صادفت صحاب وما صاحبتهمش، وكاسات خمور وشراب وما شربتهمش، أندم على الفرص اللي أنا سبتهم ولا على الفرص اللي ما سبتهمش. وعجبي وجودي قوي صلاح جاهين. بس لو قلت حاجة حلوة ونفعتك يبقى الثواب ليا، ولو قلت حاجة ضايقتك سامحني يبقى الثواب ليك. من الآخر جمعية ودايرة والكل مستفيد. سلام.